شنو نقدر نتعلم من حياة فاطمة الزهراء عليه السلام؟ فاطمة الزهراء عليه السلام هي بنت نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولدت بالمكة وكبرت بيت النبوة، بيت الطهارة والإيمان. ومن صغرها كانت عاقلة وتحب المساكين مثل نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لها أسماء كثيرة: فاطمة، الزهراء، البتول، الصديقة، راضية، مرضية، وكل اسم بيها معنيات كبيرة. لما كبرت فاطمة الزهراء عليه السلام تزوج فاطمة من علي، صار عرسهم بسيط، بس كان بيه نور وبركة. رزقها الله بولدين كريمين، الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام، ورزقها بنات زينب وأم كلثوم. وكانت أمها حنونة وربتهم على القرآن والحق. كانوا يشوفون بيها صورة النبي ونور الرسالة. الزهراء عليه السلام تقضي ليلتها بعبادة والدعاء، تصلي وتدعو الجيران قبل نفسها. وكانت زاهدة، ما تهتم بالدنيا بس بالآخرة، بس بسيط. وتاكل قليل، قلبها كان أغني من كل الكنوز الدنيا. وفى أبوها الدنيا تغيرت عليها، انظلمت وتحملت وجع ما يتحمله بشر، لكنها ما سكتت، طالبت بالحق إمام العلي عليه السلام. حتى أحسست بكسر ضلعها، وحتى نبت المسمار في صدرها، فصاحت يا فضة إليك خذوني، وإلى صدرك سنديني، فقد والله أسقط جنيني. لكنها ما سكتت، طالبت بحق إمام العلي عليه السلام، وخاطبت الناس بخطبة الفدكية المشهورة بيها دفاع عن الإسلام وعن عدالة بسبب الظلم. مرت الزهراء فترة قصيرة صارت إمام علي عليه السلام أن يغسلها ويكفنها ويدفنها ليلة حتى ما يحضر جنازتها من ظلمها. زهراء 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 لا وتوفت، واندفنت ليلة، ومكان قبرها إلا اليوم مجهول. الزهراء مو بس بنت النبي، هي حجة الله على خلقه. الله سبحانه وتعالى قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هي أم الأئمة وسيدة النساء العالمين. من نورها خلق الله الأنوار. فاطمة الزهراء سلام الله عليها تبغي رمز الطهر، الإيمان والحق، علمتنا شلون نعيش بكرامة، نصبر على البلاء، ونوقف مع الحق حتى لو كنا وحدنا. هسه وصلنا على هاي السؤال: شنو نتعلم من حياة الزهراء سلام الله عليها؟ 1. الإيمان وتوكل على الله. 2. الصبر والثبات على الحق.
والثالث. محبة والعطاء. والرابع. دور المرأة بالمجتمع. والخامس. احترام الزوج والحياة الأسرية. السادس. دفاع عن المظلومين. السابع. الزهد والبساطة بالحياة. والثامن. الثالث والحجاب. احنا قدرنا هواي شي نتعلم من حياة الزهراء عليه السلام. قدرنا نتعلم شلون نعيش بكرامة وشلون نصبر عن الظلم. بكل القلب، بكل الدعاء، وبكل الدمع المؤمن. كتبونا بالتعليقات شنو قدرتوا تتعلمون من حياة فاطمة الزهراء عليه السلام. السلام عليك يا بنت رسول الله، يا أم الحسن والحسين، يا مظلومة يا زهراء.